I have great respect for you. I have great respect for your tenacity, for the fact that you just don't give up. But Rod, you're fired. عزيزي المشاهد، اهلا بيك في مسرح الجريمه اللي ملوش اي كتالوج المره دي. المتهم اللي معانا النهارده مش سياسي متربي في اروقه الاحزاب، ولا حتى جنرال جيش، ولا حتى مفكر. المتهم ده قدر يخترق اقوى سيستم دوله في الكوكب كله بحنجرته وشويه كاريزما وشويه بلطجه. بصوا للصوره دي كويس. الراجل ده مقتنع انه عارف سر الكون، رغم انه ممكن ما يكونش عارف هيتغدى ايه كمان ساعه. بس خليني اسالك سؤال، ايه اللي ممكن يحصل لما يكون ابن مقاول من منطقه شعبيه متعود انه يخلص كل مشاريعه بالبلطجه، يصحى الصبح يلاقي في ايده زرار النووي؟ ايه اللي يحصل لما راجل ما بيشوفش في الدنيا غير المكسب والخساره يمسك رقبه العالم؟ الملف اللي هنفتحه النهارده مش ملف سياسي جاف من اللي بيتفتحوا كده في نشرة الأخبار. دي قصة راجل قدر يحول اسمه من مجرد يافطة نحاس على باب عمارة لأسطورة خلت نص الكوكب يشوفوا البطل المنقذ، والنص التاني شايفه شيطان برتقاني ماشي على رجليه. راجل لو العالم ولع قدامه ممكن يطلع بتويته يقول فيها حريقة عظيمة، أحلى حريقة شفتها في حياتي، دفينا الناس ببلاش. افتح المحضر يا ابني وهات لي ملف الراجل اللي اخترق النظام. علشان نفهم التركيبة النفسية للمتهم لازم نرجع للراجل اللي صبه في القالب ده، أبوه فريد ترامب. عم فريد ما كانش من الأغنياء والأثرياء بتوع نيويورك اللي وارثين العز وبيلعبوا جولف في أندية منهاتن الراقية. ده كان مقاول حفر وبنى، بيبني شقق للعمال والموظفين في حي كوينز. راجل ناشف وقلبه حجر، مؤمن بدستور واحد بس في الحياة: الدنيا دي غابة ويا تاكل يا تتاكل. في سنة 1946 اتولد المتهم بتاعنا دونالد وهو صغير كان عيل شقي. الواد كان شقي ومتمرد، وابوه عشان يسيطر عليه ويربيه دخله في مدرسة عسكرية عشان ينشف كده ويسترجل. وهناك دونالد شرب أهم درس في حياته: السلطة مش إنك يا ابني يكون معاك فلوس في البنك، السلطة هي البروباجندا، إنك تبان أقوى واحد في الأوضة حتى لو كنت أضعفه. تخيل معايا الشاب دونالد واقف في شباك اوضته في حي كوينز، بيبص الناحية التانية من النهر على ناطحات السحاب اللي في منهاتن. كان بيبص لها وأكنه عيل صغير بيبص لفاترينة لعب ومعهوش تمنها. كان عارف إن أبوه رغم كل فلوسه هيفضل في نظر الأكابر مجرد مقاول أقاليم. هنا دونالد حلف 100 يمين إنه مش بس هيخش منهاتن، ده هيخلي منهاتن كلها ترقع على اسمه، وهيكتب اسمه بالذهب الصافي وبالبنط العريض على أعلى عمار. دخلنا السبعينات ونيويورك كانت بتكح تراب، افلاس وجرايم في كل شارع، والناس اللي معاها قرشين بتهرب وتسيب البلد. بس في نفس الوقت اللي الناس شافت فيه خراب، دونالد شاف فرصه. الراجل ده راح جاب قروض بالكوم بضمان اسم ابوه، وعمل شبكه علاقات مع كل السياسيين في البلد، وبدا يبني ناطحه السحاب بتاعته: ترامب تاور، رخام ونحاس وذهب بيزغل العين. بس العبقريه الشيطانيه للمتهم ما كانتش هنا في البنى، كانت في البراندنج. ترامب فهم لعبه خطيره جدا: الاسم اهم من العماره نفسها. كان بيعمل حركه صياعه ما تطلعش غير من حاوي في سر. كان بيمسك سماعه تليفون مكتبه ويكلم الصحفيين ويغير صوته تماما ويقول: الو، انا السيد جون باول، المتحدث الرسمي للسيد ترامب. متخيل البجاحه؟ بيكلموا اكنه موظف شغال عنده. طب بيعمل كده ليه؟ عشان يسرب لهم اخبار عنه، ان مثلا الفنانه الفلانيه هتموت عليه وبتجري وراه، وان ثروته زادت 3-4 مليار وهي اصلا ما كانتش محصله ربع الرقم ده. ترامب ما كانش بيبني عمارات، كان بيبني اسطوره، بيخلق واقع بديل في الاعلام. ولما الكذبه تتكرر 100 مره وبثقه، الناس للاسف بتبلع الطعم وبتصدق ان ده رمز للنجاح في امريكا. الغرور لما بينفخ صاحبه زيادة عن اللزوم بيعميه، بيخليه يفتكر انه ماشي على الميه ومش بيغرق. في التسعينات طموح ترامب فتح الرابع، اشترى كازينوهات عملاقه زي تاج محل، اشترى شركه طيران وسماها باسمه، فرق كوره ويخوت. كل ده منين؟ من القروض. بيلهف مليارات من القروض بضمان الاسم اللي قاعد يلمع فيه. وفجاه البالونه بوم فرقعت، الاقتصاد رايح والديون لفت حوالين رقبته، كازينوهاته بدأت تعلن إفلاسها، وديونه بدأت تبقى أضعاف ممتلكاته. وصحافة نيويورك اللي كانت بتطبل طلعت مانشيتات بتشمت فيه وبتقول: الإمبراطورية بتنهار، أي رجل أعمال مكانه كان انتحر أو قفل على نفسه واختفى. وهنا بتظهر العبقرية المريضة لراجل تخليص الصفقات. ترامب كان مديون للبنوك بأرقام فلكية لدرجة إن البنوك نفسها هي اللي خافت توقعه. القاعدة الاقتصادية البسيطة بتقول: لو أنت مديون للبنك ب$1000 أنت في مصيبة، بس لو مديون للبنك ب$100 مليون البنك هو اللي في مصيبة. لو ترامب أعلن إفلاسه،
البنوك دي هتنهار معاه. فراح قعد معاهم وحط رجل على رجل وقال لهم انا اكبر من اني اقع، وعمل تسويات مجنونه. والبنوك بدل ما تحجز على ممتلكاته بقت تديله فتره سداد اطول وتقلل الفوائد. بدل ما يلوي دراعه هو اللي لوى دراعه. والاهم من كل ده انه قدام الكاميرا ما تهزش شعره من راسه. النجاح في قاموس المتهم مش انك ما تقعش، النجاح انك تقنع الناس انك اصلا ما وقعتش، وان اللي حصل ده مجرد استراحه محارب. دخلنا في اوائل الالفينات والمتهم كان بيعاني في صمت. اسمه فقد بريقه الحقيقي في عالم المال، عايش انه بس يأجر اسمه يتحط على عمارات ناس تانية، لحد ما باب السما اتفتح وجاله منتج برامج تلفزيونيه اسمه مارك بورنت، وعرض عليه فكره هتغير تاريخ امريكا للابد. برنامج تلفزيوني اسمه ذا ابرانتس، المتدرب. البرنامج ده ما كانش مجرد شو تلفزيوني بنتسلى بيه، ده كان اكبر غسيل مخ للامريكان على ميه بيضاء. الكاميرات صورت ترامب كانه اله للاداره، الملياردير بقى الحكيم اللي قاعد في ميتنج روم بتلمع، بيحلل بقى شخصيات المتسابقين، وفي كل نهايه حلقه بيرفع صباعه السبابه بصرامه وبيقول يو ار فاير، انت مطرود. ملايين الامريكيين اللي قاعدين في بيوتهم واللي ما يعرفوش اي حاجه عن افلاسه وكوارثه الماليه الحقيقيه شافوه كل اسبوع على انه رامبو الاقتصاد، الرجل القوي اللي بياخد القرارات الحاسمه. البرنامج ده قدر يبرمج عقليه المواطن الامريكي البسيط ويخليه يحس ان ترامب ده المدير الناجح العظيم اللي لو مسك اي مشكله معقده هيحلها وبكلمه واحده. التلفزيون عمل من الفسيخ شربات وجهز المسرح لاكبر صدمه سياسيه في التاريخ. وفي 16 يونيو 2015 العالم كله صحي على مشهد سريالي. الراجل نزل على السلم الكهربائي الذهبي في البرج بتاعه واعلن ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة الامريكية. السياسيين المحنكين ضحكوا والاعلام اعتبرها نكتة او حملة تسويق رخيصة وهينسحب، بس النكتة قلبت بجد والراجل يستخدم سحر الشارع. السياسيين التقليديين كانوا بيلعبوا سياسة بالبدل والجرافتات وكلام منمق ينام منه الحجر، لكن هو طلع اتكلم بلغه القهوه، كلام الشارع بقى والمصاطب. كان بيطلع على المسرح ويشتم منافسيه ويديهم القاب مستفزه، تد الكذاب، ماركو الصغير. ترامب ما كانش مجرد مرشح، ده كانت حاله تمرد على النظام المؤسسي اللي الناس فقدت الثقه فيه. كسر كل القواعد وداس على هيلاري كلينتون وكسب الانتخابات وصدم الكوكب. تخيل بقى رئيس اقوى دوله في العالم بيدير العالم وهو قاعد على السرير الساعه 3 الفجر بتويته، حول المكتب البيضاوي لغرفه اجتماعات، وفي برنامج تلفزيوني واقع انسحب من اتفاقيه المناخ ولغى اتفاقيه النووي مع ايران وبدا حرب تجاريه مع الصين، وحتى حلفائه في اوروبا كان بيعاملهم وكانهم شحاتين بياخد منهم فلوس عشان يحميهم. المتهم بيتعامل مع العالم كأنه مكتب عقارات، مفيش حاجة اسمها مبادئ أو حتى حلفاء دائمين، كله قابل للتفاوض. ومبدأ أمريكا أولا يعني إيه؟ يعني هات الكاش وبعد كده نبقى نتكلم. بس اللي بيحضر العفريت ما بيعرفش يصرف. فترة حكمه كانت مسلسل دراما تركي ما بيخلص، تحقيقات مولر في التدخل الروسي، محاولتين عزل من الكونجرس، وحرب طاحنة مع الإعلام اللي سماه عدو الشعب. ترامب كائن بيتغذى على الفوضى، لما الدنيا بتهدى بيحس بالملل فيخلق أزمة من العدم عشان يفضل ترند. الفوضى هي سلم الصعود بتاعه. بس في 2020 لبس في أجدعها حيطة خرسان، جائحة كورونا. قصة بقى لا تنفع تحلها بتويتة ولا تنفع تحلها بشتيمة. صاد قفل بقى والناس بتموت وحصل تخبط مرعب. هنا بيخسر الانتخابات قدام جو بايدن. بس في قاموس المتهم مفيش حاجه اسمها انا خسرت، رفض يعترف ونشر نظريه المؤامره وسخن انصاره لحد ما عملوا كارثه واقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021. العالم قال لك بس وان ترامب انتهى واتحرق سياسيا، لكن المتهم ده ب7 ارواح. بصوا بقى للصوره الجنائيه دي، اي سياسي في الكون هيتصور صوره زي دي في السجن مستقبله هينتهي بالفضيحه. ترامب بقى عمل ايه؟ خد الصوره دي وقعد يطبعها بقى على تيشيرتات ومجات وباعها لانصاره وجمع من وراها ملايين الدولارات لحملته الانتخابيه. قدر بقى يقنع الملايين ان ال91 تهمه اللي عليه دليل على انه بيحارب الدوله العميقه، بيبيع الفضيحه في ازايز للمواطن البسيط. المستر بريزيدنت بقى رد سجون بس ببدله بريوني ورجع اقوى من الاول. تعالى بقى نفتح درج ريحته تزكي من الانوف، ملف جيفري ابستن، الملياردير اللي مات في زنزانته في ظروف غامضه. ترامب وابستن كانوا انتيم في التسعينات. ترامب بقى طلع في 2002 قلب لسانه، ابستن راجل ممتع وبيحب الستات الجميله زيي وغالبا اللي سنهم صغير، بس فجاه عمل عبيط وقطع معاه. ولما ابستن اتقبض عليه ترامب قال ما كلمتوش من 15 سنه، ومفيش دليل رسمي ادان ترامب بالتورط. بس زي ما بنقول في مصر الصاحب ساحب وما خفي كان اعظم. نيجي بقى لمنطقه الالغام. جهاز المخابرات
للي ما يتسموش. في كلام كتير على ان مخابرات اللي ما يتسموش ماسكه سيديهات وبلاوي سودا على ترامب، وان ده اللي بيخليه يدافع عن اللي ما بيتسموش باستماته. وربطوا ده ان شريكه ابستن جيسلين ماكسويل ان ابوها كان ملياردير وعميل تقيل في الجهاز بتاع اللي ما يتسموش، وان حفلات ابستن كانت فخ تصوير للايقاع بالسياسيين الكبار. هل بقى في ورقه او تسجيل يثبت ده؟ للاسف مفيش. هل بقى مخابرات اللي ما تسموش بريء؟ ولو في دليل اكيد ما يبقاش جهاز مخابرات. بس الحقيقه السياسيه ترامب مقاول وعارف ان دعم اللي ما يتسموش المطلق بيجيب له دعم. الدعم ده بيجي من اللوب الانجيلي ورجال الاعمال في امريكا. مصلحه يا باشا، صفقات وعمولات، هات وخد، مش محتاجه لا سيديهات ولا اي ابتزاز. ترامب وايران زي عيل بيلعب بولاعه في بنزين. اول ما مسك الحكم مسك الاتفاق النووي بتاع اوباما وقطعه حتت، وبدا يطبق سياسه الخنق الاقتصادي. وفي يناير 2020 ضرب ضربته الثقيله باغتيال قاسم سليماني، والعالم كله حط ايده على قلبه من حرب عالميه ثالثه. نرجع بقى للمصيبه اللي احنا عايشينها دلوقتي. احنا في سنه 2026 يا صديقي، واللعبه وسعت وما بقتش مجرد تويتات. الراجل ده لبس امريكا والعالم كله في حرب مفتوحه، ومع مين؟ مع الفرس إيران. الترسانة بقى إيه؟ على ودنه ضربات تقيلة وصلت لراس النظام، وقتلوا المرشد الأعلى في إيران. وطبعا ترامب طالع في الإعلام بيتباهى النظام اتدمر والناس بتترجاني أوقف، لكن الحقيقة في الكواليس ترامب دخل الحرب دي بعقلية المقاول اللي رايح يخلص تقريبا صفقة سريعة، يضرب الضربتين وإيران تبصم على بياض. بس الايرانيين ايه؟ كانوا معلمين في لعبه النفس الطويل، بيلعبوها استنزاف. قفلوا مضيق هرمز، 20% من بترول العالم وقف، والبنتاجون بيطلب 200 مليار دولار زياده عشان يقدر يكمل المعركه. دلوقتي بقى المقاول واقف مش عارف يعمل ايه. هو اللي بدأ الضربه وهو اللي فاكر انه ماسك الريموت، بس اكتشف ان اللي بيحضر العفريت مش هيعرف يصرفه. بيكابر قدام الكاميرات، بس في الغرف المغلقه بيدور على اي مخرج قبل ما اقتصاده يقع، عشان التجديد النصفي قرب. اللي بيبدا الحرب بقرار مش دايما بينهيها بقرار يا صديقي، خصوصا لو بيلعب مع ناس ما عندهاش مانع تلعب على المكشوف لحد يوم القيامه. وفي النهايه يا صديقي، دونالد ترامب مش مجرد شخص متهم بنحاكمه النهارده. ترامب ده مرايه بتعكس الزمن اللي احنا عايشينه، زمن اختلطت فيه الحقيقه بالترفيه والسياسه بتسويق المنتجات. ترامب فهم السر اللي النخب السياسيه ما كانتش فاهماه. الناس البسيطه تعبت من التنظير والحلول الاكاديميه البارده. الناس بتدور على بطل شعبي في الحكايه، او حتى يا سيدي شرير يقدروا بقى يعلقوا عليه مشاكلهم وفشلهم. في الزمن ده الناس بقت بتصدق الصوت العالي والواثق اكتر من بتصدق الحقيقه الهاديه. احنا طول الحلقه كنا بنحاكم شخص، لكن في الحقيقه احنا كنا محتاجين نحاكم العصر كله، العصر اللي خلى الصوره اهم من الحقيقه، واللي خلى الترند واللقطه يبقوا اقوى من الواقع. الحكم هنا مش بتاعي، انا بس بحط النقط على الحروف وبوصل لك الخيوط ببعض. على فكرة المحضر هيفضل مفتوح، بس قبل ما تقفل الفيديو خليني بس أسألك سؤال هيورطك. هل العيب في المتهم اللي استغل السيرك ده لمصلحته، ولا العيب في العالم اللي بقى بيحب الفرجة لدرجة إنه بقى بيسلم رقبته لحد بياخد قراراته بناء على كام لايك وكام شير؟ ومستني رأيكم في التعليقات. هل العالم محتاج حد زي ترامب ولا حد حكيم وعارف هو بيعمل ايه؟ التحقيق لسه مستمر، ما تنساش تعملوا لايك وشير. سلام عليكم.